لقاء تكسير عظام. نار 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 في الانتظار. يمشي التنفيذ حسين الشحات. 3 دقائق في الشوط الاول في هذا النهائي في القاهره امام اكثر من 60,000 متفرج. يمشي بكره الشحات خطيره بالراس مش مقدور والهدف الاول. 1-0 للنادي الاهلي. 1-0 هدف مبكر جدا للنادي الاهلي عن طريق رامي ربيعه. دخله قويه جدا من اول كوره. هدف كان ممكن تفاديه. خطا فادح في عمق الدفاع وكوره تغير مسار النهائي. من اول كوره من اول محاوله من اول وصول النادي الاهلي بالركنيه الاولى يفتح بوابه التسجيل. 1-0 مع عاشور. امام في وسط الميدان. امام عاشور يراوغ بسهوله لام رياح يرجع بالكوره خطيره يشوط مرت سلامات كوره وسام ابو علي. فرصه كبيره. ترجي يلزم يهاجم ولكن بتوازن. شاهدوا لمسه اليد. ثم لمسه يد واضحه جدا على امام عاشور. ما عرفش بيرسي تاو يخرج كره خطيره والتسديده واوت. نتيجه منطقيه حسب سير الشوط الاول. فريق الاهلاوي كان اخطر. ترجي الهدف شواطنا في البطوله اذا نحبوا نحقوا اللقب. هذه التسديده بتاع الشحات واللي تصدى لها مماش عن طريق الهجوم. يلعب ينساس. طريقه التنفيذ سيئه جدا الحقيقه في الترجي على الكره الثابته. عندما سجل أهولو خطأ في مرمى فريقه الترجي الهدف الأول والوحيد حتى الآن في مباراة إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا. أبدأ معك كابتن وائل، هل كان تقدما مستحقا سعى له الأهلي؟ يعني تقدم يعني مريح للنادي الاهلي ومنتظر من النادي الاهلي مع المسانده والضغط الكويس اللي النادي الاهلي بدأه في بدايه المباراه. هو افضل سيناريو للنادي الاهلي ان الاهلي يسجل في البدايه ويضع ضغط اكبر على الترجي ويفشل المخطط بتاعه للدفاع والتمركز في منطقه الثلث الاخراني بتاعه. قدر النادي الاهلي يستغل الركنيه ويسجل منها الهدف. ان شاء الله يبقى هدف بطوله زي هدف عبد المنعم في البطوله اللي فاتت اللي رامي لعب معك في بداياتها. رامي لعب معايا انا معلمه الحاجات دي. يوسف، في الكثير من الحالات التحكيميه المثيره للجدل في الشوط الاول. صحيح يمكن كان بعض الجدل. يمكن الكره اللي لمست امام مطالبه الترجي بركله جزاء. صحيح انا اشوفها ليست ضربه جزاء لان اول شيء الكره راجعه من عند زميله. نعم. ثاني شيء اليد حتى اليد لما هو كان هرب يده من الكره. كابتن طارق فيها بلنتي ولا لا؟ لا لانه جت من زميله. وائل ما في شيء. لا سنة حكم قال جت من زميله وما يضرب الجزاء. ما في شيء. طيب هناك ايضا كانت مطالبه ببطاقه حمراء في هذا التدخل على أهولو. يوسف، انا اعتقد كرت احمر محمد. شوف تدخل متاخر وعلى رجله تهور. كابتن طارق صفراء. اصفر. وائل انا اشوفها صفراء برضه. طيب ماذا انتظر الشوط الثاني؟ لازم يغير المدرب. مش معقول في الترجي مش موجود في وسط الميدان. بطيء جدا ترانزيسيون بطيء جدا. تحول مهاجمين مش موجودين لان وسط الميدان ضعيف. انا اعتقد انه لازم يلعب ب 3-4-2-3-1. دخل بوقرة ويخرج شعلالي وساس يصبح وسط الملعب. لكن مباراة صعبة على الترجي بصراحة. شكرا لمحللين سبورتس. فاصل قصير نعود بعده لعصام الشوالي على القناة الأولى ولعلي محمد علي على قناتنا الثانية. مشاهدة ممتعة للشوط الثاني من هذه القمة في شوط الحسم في دوري أبطال افريقيا. كرة كانت داخلة وخرجت بينما عاشور الباك الشوط. عاشور ممتازة من مماش. أمان الله مماش. شوف مارسيل كولر يحب ينهي. يجاوبوا كولر بتغييرات اخرى ويقلب المباراه. يقلبها يا بوكيا. امشي يا بوكيا. امشي بوكيا. يلا بوكيا. يلا يا بوكيا. امشي والكره للحارس شوبير. الكره للحارس مصطفى شوبير. كان بالامكان افضل مما كان في هذه اللقطه. بديل يروشي اولو ونزول اللاعب رقم 11 اسامه بوقره. ترجي يلعب الكل في الكل. شوت يا بوقره لعل يدخل بن حموده. بديل يانساس. خروج اللاعب رقم 10 يان الساسي ونزول اللاعب رقم 29 محمد بن حموده. فما اشكاليه نظريا. ثاني يلعب كره خطيره النادي الاهلي. يدخل صعبه جدا وفي خطا للاهلي.
بخطا ضد بيلو، بخطا يستفيد منه النادي الاهلي. 86 الثنائيات وشوف تفهم كل شيء. يعني هاني بعد 180 دقيقة كيفاش في الجرية يسبق بوقرة، تفهم كل شيء. ممتازة من أفشة، ولكن الكرة على العارضة. شوف الكرة طلعت القاضي يا ابو شنيبة، القاضي يا ترجي، والحكم شو يقول؟ الحكم يقول ضربة مرمى. استنى اش فما وين المخرج البرتغالي؟ اذا فما حاجات كوره، اذا فما حاجاتها اش قال الحكم؟ فيها بينالتي يا ملالي بوكيا. لازم نعاودوا نشوفوا الاعاده. يمشي ديانج القادم من الدوري الجزائري، خرج كوره بين اثنين يخرج مميش. خذ كورتك يلا مميش. تفهم قيمة المدرب الحقيقة. قال تعلقت الأهلي والهلال وقت الهلال ربح 1-0 في السودان، وجمهور الأهلي ينافسوا يحتاجوا. ونفكر أني قلت المدرب هذا كبير باش يحقق برشا بطولات مع النادي. بارا لعل فيها خير. يمشي يا بن حميدة، يمشي، خلي عندك شانس أخرى. بن حميدة آخر كورة، بن حميدة ترجع بالراس، يضرب كورة وسهلة للحارس شوبير. كهرباء هو في خطأ يقول الحكم وما يروحوا كهرباء. إذا دقيقة فقط لنهاية المباراة. الأهلي يقرب من لقب 12. يلعب يا أبو قرة، يمشي بالكرة قبيلو، وصل كرة، آخر كرة للترجي الرياضي التونسي. يمشي رايد بوشنيبة، بوكيا تاح وحده، يرجع بوكيا. بالفعل انتهى النهائي الافريقي بتتويج النادي الاهلي للمره 12 بطل افريقيا. فرحات هذا النهائي بكثير من الندم انه ما جازفتش اكثر في القاره، وانه ما منش حظوظي اكثر في القاره. النادي الاهلي للمره 12 بطل افريقيا. فضلا وليس أمرا ادعمونا بلايك للفيديو واشتراك بالقناة. كشف سلمان الفرج لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال السعودي على قرار اعتزاله بعدما حقق الزعيم لقب دوري روشن خلال الموسم الحالي 2023-2024. وعبر الفرج عن سعادته الكبيرة بتتويج الهلال ببطولة الدوري السعودي، وذلك بعد المستويات القوية التي كانت عليها المسابقة. وأكد قائد الهلال السعودي أنه لا يوجد شيء رسمي حتى هذه اللحظة فيما يخص قرار الاعتزال، لكن لابد على الجمهور أن يدرك أن هذه هي كرة القدم،